السلام اخوات، كيف نتوما؟ لاباس؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده يا رب يا حبيب. نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله باذن الله. المهم هذا النهار جيت نشارك معكم واحد الوصفه بسيطه وفي نفس الوقت تجي مزيونه ورائعه وصراحه ودغيا كتوجد. المهم اخوتي، هنا عندي 8 كيلو طحين، عندي هنا 2 كيسان طحين الفينو، وهنا عندي طحين الفرص من النوع الجيد. مثلا عندي كيلو د طحين بالفرن وجوج كيسان طحين الفينو. المهم اخوتي، هنايا غنضيف شويه الملح بهذا الشكل، عندي نص كاس الزيت فيه بلديه وروميه، ضيف الملح والزيت. هنا غنحط جوج الخنيشه ديال الخميره على حسب البرد، ياك يكون الجو بارد ضروري غنحط ليس جوج الخنيشات حتى ما فيهم معلقه. المهم اخوتي، خميره فوريه فيه معلقه كامله كافيه، وهذه غنحط فيها النص باش بروده باش يختمر دغيا. هنا خوتي دابا باقي ما قلتلكمش شنو غنعمل معاكم. هنا عندي عملت خميره فوريه، هنا عندي واحد المعلقه مش عامره ديال الخميره الحلوه. خوتي هنايا غنعدل السفنج وغنعدل البويوس في نفس العجينه. هنا عندي واحد البيضه، الجنجلان والنافع وحبات حلاوه. من بعد حتى نقسم هاد العجينه غادي نكلي نخلطهم في هذاك في البويوس. هنا عندي الحليب، غنخلط هاد النواشف مع بعضيهم. بسم الله. دابا غنضيف الحليب، هذا واحد الكاس الثاني، هنا 8 عاوز لي 3 كيسان الحليب العنبه. وهاد العجينه خصها تبقى خفيفه، ما خصهاش تجي قاصحه. المهم هانتو معايا خوتي، تنخلط الكاس الثالث، الكاس الثالث اخوتي، حيت انا عندي هنا كيلو ونص الطحين. هنا خدت لي 3 الكيسان ونص الحليب، وغنخلط على الجنب مزيان. الا بقى خصني غنزيد واحد شويه. المهم اخوتي، جبرتوني كنعجنو، ضروري خصو يكون خفيف، ميكونش شي قاصح العجين. دابا غنقسمو في هذا البول باش هنا خوتي هذا شويه غنديرو في السفنج. هذا نخليه يختمر على جنب. وهذه عندي حبه حلاوه والنافع، شويه الجنجلان، السمسم. هنا من بعد ما فرغت هاد العجينه، هادو البويوس وهادو من السفنج عندي. المهم اخوتي، هنا غنغطيهم بالسلوفان وغنسخن الفران واحد شويه ونطفيلو، وعاد نحشي هذا هكذايا. نحشي هاد البولات في هاد ديك الفران باش يخمر لي العجين دغيا باش ما يتعطلش. المهم اخوتي، هانتو معايا
المهم اخوتي هنا من بعد ما اختمر العجين ديالنا على هذا الشكل، هنا عندي سنيوات نحطهم كهاد الفران. هنا اخوتي العجينه ونقسمو عليها جوج. التمر اخوتي غزال كيظهر. هذا غنغطيه هنا نخليه على جنب، وهادو غنعمل كريصات تيتوين. المهم نتوما معايا، هادي السنيوه هادي عملت هاد البويص هكذا تيتوين، وهادي انا عامله كبيره. هاد السنيوه هادي انا عامله كبيره، وانتم معايا. من بعد ما طلقت هادو هما خليتهم رقاقين شويه باش ما يجيش الوسط ديالهم فيهم العجينه. دابا نخليهم يختمروا ونرجع ان شاء الله معكم. هادي خليتها هكذا خبيزه كبيره هكذايا نقصها. تبارك الله خوتي خدام مختمر غزال غزال، واحد الطراوه فيه غزاله. نطق عليه مزيان باش ما تجيش تغليطه. انتم معايا. المهم هذه قرصناها هكذا على هذا الشغل هذا على شكل هكذا. من بعد نخليوها تختمر حتى هي غنعملوها في الفران. انتم معنا ان شاء الله. ودابا نمشيو نعملو السفنج. ها تبارك الله خوتي اختمر. شوف كيفاش عامل، شوف كيفاش عامل. دابا غنبدا معكم ان شاء الله يا ربي نشكل معكم السفنج نطيبو. انتم معايا غنقليو ان شاء الله السفنج. بدينا خوتي، كنا بدينا شي 3 ولا 4 منا. المهم هاد العجينه هكذا نديها بيدي، كندهن بيدي بشويه الزيت هكذا خوتي، والرقاق هاد الحاشيه باش ميجيوش غليطين. ساعه كنملها هكذا هكذا خوتي، هكذا 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 هكذا. هانتوما معايا. وهنا غنزلوها في المقله، وهذه غنديرها نقرش ليها شويه الزيت هكذا. باش كتنصافى باش كيجي. المهم اخوتي من بعد ما دهنت الصفر ديال البيض ومسكافيه، هنايا كذلك هادوما ويوس كل وحده بوحديتها هنا. دابا نعملهم يطيبوا ونرجعوا معكم ان شاء الله. خوتي خرجت منا هادشي هذا كامل، خرجت البويوس على الشكل هكذا. شوفوا خوتي كيجيو غزالين خفافين. خرجت منها هاد الخبيزه هاديه كتجي حتى هي غزاله خفيفه. كنرش منها السفنج. كاين الناس كتعمل البيني بطريقه هذا بالحليب وداكشي، ولكن انا بغيت عملته بحال السفنج اللي كنعدلو. كاين ناس كيقرصوه كيقطعوا الوسيطه ديالو بالكاس، انا عملته بحال السفنج اللي كنعملو شحال هادي اللي عملوه الوالدين ديالنا. المهم اخوتي هو هذا السفنج ديالنا جا خوتي غزال وناشف. المهم حتى هاد الخبيزه جات غزاله ورقيقه. انا اصلا كتبغيها رقيقه. شوف اخوتي كيفاش جات ما شاء الله. شوفوا كيفاش جات الوسط ديالها، كيفاش جات ناشفه وغزاله ما شاء الله. المهم اخوتي وجات فنيونه رقيقه هنا مع الزبده الشوكولات كلشي. المهم على هاد الشكيلات. والبويوز ديالنا كذلك اخوتي جاو غزالين ما شاء الله، حتى هما جاو فنين. شوفوا اخوتي فنين ما شاء الله. والبيني ديالنا راني على التعريف. شوفوا اخوتي كيفاش عامل فنيون. المهم هذا هو السفنج ديالنا. المهم هادشي جا غزال ما شاء الله. نتمنىكم تجربوه. شوفوا اختي ورطاب غزال وخاوي. شوفوا المهم هذا هو السفنج ديالنا بسيط. هانتو معنا. المهم هذه ميريندا ديالنا. الانسان ما يجلسش اي حاجه يعدل في دارو، اي حاجه بسيطه يعدل في دارو. عجينه وحده تخرج منا كلشي تبارك الله. تخرج منا البينيه، تخرج منا البويوس. كاين كيقول ما قريتش لا كل واحد شنو كيقولون. المهم ها ميريندا ديالنا بالصحه والراحه وخيركم داركم. ولا كانت شي وحده كتوحم تسمحنا، ولا شاهينا شي واحد تسمحنا. وما تنساوش اخوتي عملوا اللايك وشاركوا في القناه، واللي باقي مشترك يشترك. ونتمنى لكم مسيره موفقه يا ربي. الحي الله يسهل على كل واحد، واللي مريض الله يشافيه، واللي ما عندوش الله يسهل عليه، واللي باغي العيال الله يرزقو في عيال في عيال. المهم اخوتي تهلاو في رزقكم. السلام عليكم ويلا الله يخليكم على خير.
المهم اخوتي خيركم داركم وتهلاو في ريسكم. ما تنساوش عافاكم تشوف اللي ما كيطلعلوش القناه ديالي يزول ديك الاشتراك وعاود يرجع يعدلو باش يوصلكم كل جديد ديال اللي كنعدل انايا. المهم اخوتي قبلوا عليا. وشحال نقول لكم، من هادشي بسيط كنعدلو في الدار، بسيط جدا، ما فيش شي حاجه مكلفه ولا شي حاجه زايده. المهم الانسان في الدار ديالو يعدل اي حاجه يديباني بها. والمهم اخوتي تهلاو في ريسكم وسمحوا لنا.